السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وخير وسعادة. هنعمل مع بعض النهاردة البيتي فور، وتقدري تعملي منه مشروع حلو جدا. صلي على رسول الله وتعالي نشوف المقادير وطريقة التحضير. اول حاجة معايا هنا بيضة، وهضيف عليها ظرف من الفانيليا، وهبتدي اضيف كوباية من السكر. تقدري تضيفيه حبيبات او تقدري تطحني شوية وتزودي عليه شوية. يعني انا عملت نص الكوباية مطحون ونص حبيبات عادية، يبقى الكوباية كلها. ما تنسيش اذكر الله. وهبتدي اشغل المضرب كده عليهم ونشوف بقى القوام بتاعهم هيبقى عامل ازاي. بيبقى جميل جدا بصراحة، كمان الريحة بتاعته بتبقى حلوة قوي. وهنا معايا كوباية من السمنة. تقدري تستخدمي زبدة بدل السمنة لو متاحة عندك، او تحبي تعمليها بالزبدة بتكون حلوة برضو جدا. طبعا احنا بنعمل المتاح عندنا، ما بنوقفش نفسنا على حاجة. اي حاجة حابين ان احنا نعملها، مش هنقف على حاجة معينة. صلوا على رسول الله. وهنا معايا كوبايتين من الدقيق، وهضيف معلقة كده من النشا. في الخطوة دي انا نسيت للأسف اضيف البيكنج باودر. تقدري تضيفي نص معلقة صغيرة، نص معلقة بس، ما تكتريش عشان ما يفردش معاكي قوي، مش هيكون حلو معاكي. انا طبعا هضيفها بس مش دلوقتي. وهنبتدي بقى نقلب بالشكل دوت. مش هتعجني، لا انت هتقلبي زي ما انا عملت بالشكل ده. وهنا عشان نسيت البيكنج باودر بدأت ان انا اضيفها نص معلقة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة. وهنا بقى القوام بتاع العجينة عامل معانا الشكل دوت. وهنا معايا القمع بتاع الحلويات. هبتدي بقى اشتغل بكيس الحلواني. عايزة اقول لكم الكيس دوت اللي هو العادي اللي بنستخدمه بتاع كريم شانتيه. بس للاسف اما جيت استخدمه، بصوا الشكل بتاعه، لاني انا ما قصيتش الكيس كويس. كان محتاج ان هو يتقص كويس، وهوريه لكم برضو. لكن هنا بقول لكم لو ما فيش متاح عندك الكيس، تقدري تستخدمي القمع بالشكل دوت، او القمع الاستانلس بيكون حلو جدا برضو وبيفرق معاكي كتير. وبتستغني عن القمع ده خالص، او كيس الحلواني، وبيكون سهل معاكي جدا. انا من عشاق القمع برضو اللي هو الاستانلس، بيكون حلو قوي. بس هنا طبعا يعني ده يعني عايزه اقول لكم تعبني جدا مع الاستاذه فريده اللي ماسكه في رجليا تحت برضو. لكن الحمد لله برضو اسعفني. يعني اهو القمع الاستانلس اللي بقول لكم عليه، لكن حسيت ان هو بيقطع معايا في العجينه، مش بينزل الشكل ده. الشكل ده لقيته افضل بكتير. وده قمع تاني، يعني في كذا حاجة كانت موجودة عندي بصراحة ان انا اقدر اشكل بيه. بوريكم الاشكال عشان تقدري تشكلي بالشكل اللي انتي حاباه. وهنا كنت بضغط بقى ضغطة جامدة شوية، اللي هو انا عايزة البيتيفور يكون كبير شوية، ما يبقاش صغير. انا عاملة واحدة صغيرة او اتنين، عاملة اتنين صغيرين عشان اوريكم الشكل لو هنعملهم بالمربى. وكمان هنا بضغط ضغطة بسيطة في وسط البيتيفور نفسه، زي ما احنا شايفين كده، عشان هو الجزء ده اللي احنا هنحشيه. وطبعا دخلته الفرن وخرجته بالشكل ده، وهوريكم السوا بتاعه. بصوا الظهر بتاعه برضو الحمد لله مظبوط جدا في السوا. وعايزه اقولك لو انت خرجتيه بالشكل ده وحاسه ان هو طري، سيبيه شويه هتلاقيه نشف معاكي، ما تقلقيش خالص. وبذكرك انك تذكري الله. وتعالوا بقى نشوف هنا البيتيفور بوريكي الصغير ده، ان احنا لو هنعمله مع بعض كده بالمربى. وهنا بقى بدأت احط البيتيفور كله في طبق التقديم عشان اشكله بالتشكيل اللي انا حباه، التزيين اللي انا هعمله. هنا عندي بقى مربى حليب، هبتدي اشكل بيها. عشان بصراحة قلت لا هخليها كلها مربى حليب. تقدري بقى تعمليها
بشوكولاتة حمام سخن كده للشوكولاتة، وتقدري تضيفي بقى بالمعلقة او بكيس حلواني عندك، هتشكلي التشكيل اللي انت حباه. انا عاملة الواحدة كبيرة شوية عشان انا عاملاها لوحدها مش هلزقهم في بعض. حسيت ان هي كده افضل واحلى بكتير جدا. وهنا بقى معايا مربة الحليب بشكل بيها، ما تنسيش صلي على رسول الله. هنا زادت معايا شوية لكن هظبط الباقي. عايزه اقول لكم هي معلقتين من مربة الحليب عملت لي الكميه، يعني ما فضلش منها حاجه وما زادش حاجه عليهم، يعني كانت حلوه جدا. وبسم الله ما شاء الله. دي بقى انا خدتها بصراحه اللي فيها الزياده دي، رحت قلت لا شكلها كده مش عاطفي، لا تعالي اكلك بقى واسيب الشكل العاطفي كله مع بعضه. البيتي فور والغريبه والحاجات دي بصراحه انا بحبها، بس الغريبه طبعا مش بكتر فيها قوي. يعني البيتي فور بصي باكل فيه بصراحه بيكون حلو جدا. وبدأت بقى ان انا اضيف عليه كريسبي اللي هو الالوان الصغير خالص ده بالشكل دوت، عشان اكسر بقى اللون بتاعه. طبعا مربى الحليب قريبة جدا من شكل البيتي فور كده، فقلت لا هو التزيين ده حلو ليه. وبصراحة حلو جدا جدا وسهل وبسيط ومقاديره بسيطة جدا، وتقدري تعمليه في علبة بالشكل دوت. دي كانت علبة حلاوة المولد وحطيتها فيها بالشكل ده. تقدري ان انت لو حابة تعملي مشروع بالطريقة ديت هيكون حلو جدا. هنا العلبة كبيرة بصراحة بس حبيت اوريكم برضو الشكل بتاعه. وده كان الشكل النهائي، وهو ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. يا رب يكون عجبكم، ومتنسوش تدعموني باللايك الحلو بتاعكم. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في امان الله.